طيب يا أخي أنت بتهدد مصر؟ تروح بتعمل استعراضات عسكرية على الحدود ضد مين؟ ضد الشعب المصري؟ وضد الجيش المصري؟ لا إيش هذا؟ تستعرض هذه الاستعراضات بتخوف مين؟ أنت بتخوف الناس؟ وش معنى إيش الآن بالذات جاي تعمل هذه العروض والاستعراضات؟ طيب هذا السلاح هو مش سلاح مقاومة؟ مش الناس اللي تبرعت فيه من برا ومن جوا تبرعوا فيه للمقاومة؟ انتبه يا اللي حامل السلاح انت، هذا الناس تبرعت فيه للمقاومة مش لقتل الناس، تبرعت فيه للمقاومة مش لتهديد الجيش المصري والاستعراض القوة. بعدين بتستعرضوا قوتكم امام الجيش المصري. الجيش المصري هذا عاشر جيوش العالم. الجيش المصري مش شوية ذخيرة وشوية جنود، هذا عاشر جيوش العالم، ثاني جيوش الشرق الأوسط، أول جيوش أفريقيا. وهذا السلاح يفترض أنه سلاح مقاومة واندفع من أموال الزكاة ومن تبرعات الناس، من تبرعات الناس عشان المقاومة، مش عشان قصف المساجد ولا عشان الناس تطلع بأكفانها لما تطلع مظاهرة ضدك، مش عشان تقتل الناس. هذا السلاح يفترض انه سلاح مقاومة، مش هيك؟ مش عشان تخويف الناس ولا عشان تهديد مصر اللي ما بتتهددش بمثل هذه الأعمال الصبيانية الطفولية. وإحنا فلسطينيين ما بننتميش إلا لفلسطين، لا جماعات ولا أحزاب ولا ما يحزنون. إحنا مش جزء وما بنقبلش نكون جزء من أي امتدادات إقليمية حزبية. إحنا جزء من الأمة العربية وجزء من الأمة الإسلامية، ولكن أبناء فلسطين، همنا الأساسي هو فلسطين. أتمنى أن يرفع العقلاء أصواتهم، وأن يجد العقل مكانا في ظل هذه الفتن التي توشك أن تطيح بكم وبنا مع الأسف الشديد.